اهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن اخر تحديث لتطبيق الفون كاش البنك الاهلي المصري، وهنشوف ايه اخر اوبشنات او اخر حاجات اتضافت في البرنامج وهتساعدنا فيه. اول حاجة هنتكلم فيها ونتناولها في الحلقة ديت، وهو ان انا بقى في امكانية ان اعمل كشف حساب للمحفظة من خلال التطبيق، وهنعرف ازاي الخطوات بتاعتنا دلوقتي. نخش مع بعض نبدأ في الخطوات. اول حاجة بنعملها ان احنا هنخش على تطبيق الفون كاش زي ما احنا شايفين، هنضغط عليه. بعد ما بندخل طبعا الرقم السري، طبعا بيبقى رقم المحفظه بيبقى مكتوب اوتوماتيك. بندخل الرقم السري في الخانه اللي تحت رقم التليفون، وبعد كده بنعمل دخول. بيدخلنا على واجهه البرنامج زي ما احنا شايفينها كده بالظبط. تمام. دي الواجهه بتاعت البرنامج. بنخش بقى على اختيار معين عشان يدخلنا على موضوع كشف الحساب. بنضغط على 3 شرط اللي فوق بعض دول، اللي هم اللي فوق دول، بيظهر لي طبعا الخانه القايمه اللي في الجنب على اليمين، يبقوا موجودين فوق على اليمين كده في الابليكيشن. بعد ما نضغط عليها بنختار اختيار كشف الحساب الالكتروني. بتظهر قدامنا القائمه دي، بيبقى فيها الاختيارات زي ما احنا شايفينها قدامنا. هنا بيقول لك اختار حساب الدفع اللي هو سواء محفظتي، او طبعا لو ضغطت عليها هنا بيجيب لك كل الحسابات الخاصه او كل البطاقات او الكروت اللي انت رابطها بالمحفظه. لو عايز تعمل كشف حساب لاي واحده فيهم على الحركات اللي تمت ما بين المحفظه والكارت، بيظهر عندك الكارت بتختاره، وترجع تاني تختار نكمل بقيه اختياراتنا اللي احنا بنختار الوقت من والى امتى، يعني من تاريخ كام لتاريخ كام. وبعد كده بيبعت لك وبتكتب هنا البريد الالكتروني بتاعك، ولازم يكون طبعا البريد الالكتروني اللي موجود هو اللي مسجل في البنك. تمام. فبتدخل هنا البريد الالكتروني بتاعك، وبتعمل كلمه انشاء دي بتقدر عندك، يعني بتصفر عندك لما بتبقى اكتف، يعني ساعه لما انت بتدخل البريد الالكتروني وبقيه البيانات اللي هو من الى مظبوطه. وبتبعت للكشف الحساب على البريد الالكتروني، وتبدا تتصفح فيه عادي زي ما انت عايز. لازم نفهم حاجه معينه: كشف الحساب الالكتروني الخاص بمحفظه الفون كاش مختلف عن كشف الحساب الخاص بالحساب، عشان محدش يقول ان انا لما افعل الخدمه دي هيوصل لي الكشف الحساب بشكل دوري على المحفظه او على البريد. لا، يعني هو ده حاجه ودي حاجه. ده هنا ما بيتعملش الا لما انت حضرتك تطلبه، يعني لما حضرتك تخش على محفظه الفون كاش عايزين تعملوا كشف حساب عن فتره معينه، بيبعت لك وفقا لاختيارك ووفقا ما انت تحدد الفتره المعينه اللي حضرتك عايزها. نكمل بقيه الاجراءات مع بعض. هنضغط هنا على اول يعني بعد ما حطينا طبعا المحفظه او حاجه معينه او الكارت اللي احنا عايزين نعمل عليه كشف حساب. بنختار هنا بنضغط على اللي هو علامه اللي هي النتيجه اللي موجوده هنا ديت. تمام. بيظهر لنا التواريخ قدامنا كده، بنحدد بقى، بنشوف نضغط على مثلا، نشوف احنا مثلا نختار سبتمبر او مثلا شهر 8 او شهر 7 على حسب. ونختار التاريخ طبعا هنا 1 أو 2 على حسب بقى اللي احنا عايزين تاريخ من تاريخ امتى بالظبط. بعد ما بنختار بيظهر عندنا على الشاشة زي ما احنا شايفينه كده. لو اخترت 1/9 طبعا هيظهر 1/9 زي ما احنا شايفين. بعد ما اخترنا الاختيار بتاعنا هيظهر 1/9 مثلا 2023 زي ما لو ده حسب الاختيار اللي انا عايزه. تمام. نبدأ بقى نخش على الاختيار اللي بعده اللي هو التاريخ إلى. هنعمل نفس الخطوات. ده هنا التاريخ إلى هو الظاهر عندنا، مثلا وليكن هنعمله يوم 11/9/2023. وبندخل هنا البريد الإلكتروني بتاعنا عادي خالص. بتلاقي كلمة إنشاء ديت بدأت تصفر، هي كانت لونها رصاصي كده، بقت تصفر من إن هي بقت أكتف يعني. نضغط على كلمة إنشاء. بيطلب مننا هندخل رقم السر بتاع المحفظة اللي احنا دخلنا فيه من بداية، دخلنا بيه من البداية أصلا. طبعا بندخل رقم السر، بنعمل كلمة موافق. زي ما انتم شايفين بيديني رسالة في الآخر، بيقول لي جاري معالجة كشف الحساب الإلكتروني، وسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني مع رابط تنزيل تقرير كشف الحساب. هو بيجي على أعلى الإيميل اللي أنت بعته، بيبعت لك الايميل ده بيبقى فيه لينك كده معين، او بيبقى فيه كشف الحساب مرفق في قلب الايميل زي اتاش كده في قلب الايميل. او بتضغط عليه بيحمل وبينزل كشف الحساب بتاعك. يعني بعدها مثلا في خلال مثلا 10 دقايق ولا حاجه، وانا هوريكم صوره للميل دلوقتي. في خلال 10 دقايق بالكتير بتلاقي كشف الحساب مبعوت لك على الفتره اللي انت عايزها على ميلك. بتبدا انت تراجع زي ما انت عايز.
دي كده صورة من كشف الحساب اللي بيجي زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا ده هنا المرفق بتاع كشف الحساب، لو ضغطت عليه بيعمل عملية تحميل او للكشف الحساب وبتشوفه. كشف الحساب طبعا بينزل فيه حركات الخصم والإضافة على حدة، وبينزل فيه الرصيد، وكل حركة خصم بيوصل لك تحتها مثلا. يعني مثلا كان معايا 500 جنيه، عملت شحن مثلا ب 100 جنيه، يقول لك المتبقي عندك في يوم مثلا ايه 11 او يوم 10 مثلا بعد ما خصمت الحركة بقى فيه 400 وهكذا. تمام. بنقرا بس اهم حاجه الهيد او العناوين المكتوبه فوق عشان تفهم ده حركه خصم ولا اضافه، وتفهم تحت الرصيد ده عباره عن ايه. ده كده شكل الرساله او اللي بتبعت لك على الميل، ومن خلالها تقدر تعمل كشف حساب من الفتره من كذا لكذا. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده. وعندكم اي اسئله يعني اكتبوها لي في التعليقات وانا هرد عليها ان شاء الله. اشكركم جدا، وان شاء الله بكم في حلقه جديده، مع السلامه.